أصحى من النوم ألقى أمي مسوية مبثوث وما في ولا شيء، بس بقى شوي. آخر شيء بالكتامة أخذته، مستوعبين؟ كتامة فاضية حرفيا. الحمد لله إني لحقت. الصراحة أعشق مبثوث أمي بشكل مو عادي، يعني على كثر ما نروح عزايم ويسوون مباثيث حريم وكذا، إلا إن مبثوث أمي غير غير غير. يا حظ الناس اللي بتروح لهم. واضح إن اليوم جمعة، لا سبت ومعزومة ومسويت لهم مبثوث خيال مع قهوة عربية. أحلى شيء ممكن تصبحون عليه، ترى عادي يعني. هذا يعني نفطره عادي، أفطره، مو تقولون تمر ومدري إيش وذا كيف تفطرينه، لا عادي أفطره كيفي. الحين بحميه مع القهوة وبس. والله بسم الله. هلا بي، جعل ما حد يبقبق غيرك. طبعا يوم تحمى طلع القشد وهذه السمنة. يلبيه. أحلى فنجال ممكن تشربون فيه. صب لي يا قبلة عسير. هات الفنجال ياك حطاني. يلا يا بي شقر. أحلى قهوة عربية لما كذا يجي لونها خيالي، ولما يجي كذا لونها أعرف إن أمي اللي مسويتها، لأن دايما إحنا نسوي قهاوي تجي غسال. يلا بسم الله. يمي هلا أبوي، هلا أبوي وأمي وجدي وعمي وخالي. سبحان الله، بكل مرة تسويه ما يتغير طعمه. تعرفون الطبخة اللي تاكلونها نفس الطعم ما تتغير بنفس اللذة. أنا لازم أقول لأمي تبيع، لازم حالا عشان تذوقونه. أو أسوي مسابقة على مبثوث. لازم أسوي سحب عشان تذوقون وتحسون بالشعور اللي أنا قاعدة أحسه. مع رشفة من القهوة في قلبك. ثم بالله شوفوا لبسي ميتة برد، فهذه الأكلة ما تدفيكم، تعطيكم حنان ودفء بشكل يعني أكلة شتوية بحذريفة صدق. بس والله باي، خلنا نروح أكل.